تشيك. بيانفينيو في عصر الفتن، في عصر الانحطاط، في عصر المحن، عصر فيه مخططات قاعدة تصير، في حاجات مش مفهومة دونك لازمها تفسير. باش تفهم واقع الحاضر لازم تفهم الباسي. انا نعطيك التاريخ اللي ما يتقراش في الليسي، سياسة المراحل نفهمك ليستوريك، ايتاب باغ ايتاب نعطيك لا فريز كرونولوجيك. اول مبادرة التاريخ نتاعها كان بعيد بين تيدر هرتزل والسلطان عبد الحميد. تيدر هرتزل المؤسسة الصهيونية، سلطان عبد الحميد يحكم الدولة العثمانية. المطلب كان خبيث، كان واضح ومحدود، يتنازل على فلسطين وتولي دولة لليهود. السلطان رفض، كانت عنده نخوة بلا أطماع، قالهم مستحيل قطعة من أرض الإسلام تتباع. ومن غادي بدا تخطيط وبدات المنظمات كالاتحاد والترقي، كيما تركيا الفتاة منظمات تخدم وتحارب كونتر الدين. الأعضاء متاعها الكل كانوا من الماسونيين، الهدف متاعها هو الإطاحة بالسلطان وتبدل الإسلام بالقومية والأوطان. وكيف هكا تقضي على الخلافة الإسلامية وتبني وتأسس تركيا العلمانية. الوغ لا تركي تولي بوابة الإلحاد، تفتن العرب وتولي الباب اللي يدخل منه الفساد. مع مصطفى كمال يزيدين في العلماء ويصاروه قائد عظيم تكتيك صناعة الزعماء. باش تفهم البروسيسوس وتكنيك المؤامرات لازمك فيزيون استراتيجيك تواكب التطورات. العصر هذاك كان جحيم، كان سيل فيه الدماء في الحرب العالمية بين المحور والحلفاء. الدولة العثمانية تحارب كونتر لانجلتير، مالا لانجلتير كان لازمها ان تاكتيك دو غير، ان تاكتيك ضعف بها القدرة العسكرية، مالا تعطاك الخلافة من الجبهة الجنوبية. مي لازم فما عميل وخائن عليه تتكى، والقاتل اللي تلوج عليه في شارف مكة. تنكيت نتعمق ونزيد نبين، شريف مكة هو المعروف بالشريف حسين. كان طمع في الحكم بالانقلاب ولا الحيلة، كان عنده عقلية الغاية تبرر الوسيلة. مي لو بروبليم سي كو كان ياسر بات لانجلتير كانت تحركوا من فوق كيما الماريونات، غردتوا بالمساعدات وبالغونفور ميليتير. ليسونسيال يتوغل في الخلافة كي الكونسير، وعدتوا بالحكم وبالكوبيراسيون ايكونوميك، وبار كونتر يعمل انقلاب على الريجيم الاسلاميك. ومع مكمهون في مصر بدات المراسلات كيفاش يطيحوا النظام الاسلامي بالانقلابات. وهوني وصمة عار جديدة في تاريخنا تتكتب، خيانة عظمى حركها لورانس العرب. مي بيان سور الخيانة ما نسميوهاش خيانة، العب بالمصطلحات نعطيوها اسامي مزيانة. الحرب الصليبية يكونتر اهل القبلة، نعطيوها اسم الثورة العربية الكبرى. وهكا يبدا يتنفذ البلان تاع ابليس، وغدروا بالشريف حسين في الكواليس. في روسيا صير معاهدة سايكس بيكو في لو 16 ماي 1916، كان سيدو ان اكور صار بين لانجلتير وبين لا فرانس، ينص على تقسيم الدولة بعد لا ريزيستونس. لا فرانس تاخذ سوريا ولبنان بلعبة بوليتيك، لانجلتير تاخذ الاردن والعراق ببلان ديابوليك. كان بعد بعام في 1917 يتبدل الوضع وتصير برشا تطورات. في روسيا تقوم لا ريفوليسيون بولشيفيك، وبدات بوادر تأسيس لونيون سوفيتيك. فلاديمير لينين يأسس دولة شيوعية، نص الحكومة من أتباع الصهيونية. وكيف هكا لي سيونيست ولات عندهم انفلونس، صار تطور باش يكون عنده دي كونسيكونس. لي جويف ولات عندهم بوزيسيون ياسر فور، هذاك علاش في نفس العام جا الوعد تاع بلفور. لانجلتير كان لازمها تكثف الجهود وتقدم الوعود باش تكسب رضا يهود. دونك لازمها تلعب لعبة للعرب وتعطي فلسطين اليهود فوق طبق من ذهب. مي لازمها ما تبانش كقوة استعمارية وتدخل تحت ثوب حماية الثورة العربية. من المنطلق هذا لانجلتير بدأت تتحرك ولعبت اللعبة مع كامل اتاتورك. مصطفى كمال كان من اكبر اعداء الدين، كان قائد الجيش العثماني في فلسطين. خيانة اتاتورك هي تثبت في الكريز، رجع بالجيش وخلى الطريق للانجليز. وبار كونتر في تركيا بعد ينصبوا زعيمة ويحارب الاسلام ويولي قائد عظيم. وكيف هكا تدخل الانجليز بالحق دي مخبي، يدخل الفيلق يقودوا الجنرال اللمبي ويقول الجملة المعروفة التاريخية: توا بركة وفات الحروب الصليبية وتطيح دولة الخلافة الإسلامية، في بلاصة الإسلام تجي القومية العربية. هك شوفت لا تكتيك واللعبة كيفاش ملعوبة، كيفاش خسرنا فلسطين تحت اسم العروبة. اللي صار هذا كل سي كو لا بروميير بارتي، مازال فما ان دوزيام كوشمار باش يجي. مي بيان سور اللي جاي هو لو بلو دونجورو مع الثورة المصرية في 1952. بعدها بعامين يتم اعلان الجمهورية وقيادة عبد الناصر الدولة اشتراكية. بيان سور السوسياليزم كان سيد الاحكام، اختاروا منهج كارل ماركس
ماركس على منهج الإسلام، وزادت ماتت الشريعة الإسلامية وطلعت أقوى شعارات القومية العربية. حكومات لا دينية ما تحكمش بالإسلام، تحكم بالعلمانية، عندها الدين كله أوهام. جمال عبد الناصر كان هو أبو القومية، كانوا يشوفوا فيه بطل الأمة العربية. ذاك علاش تاريخ أسود في الأمة تكتب كي تأثروا بالقومية برشا زعماء عرب. في العراق يجي صدام حسين، ويجي ياسر عرفات في فلسطين. في ليبيا يجي القذافي بعد ما الحكم تقلب. في نفس العام في سوريا جا حافظ الأسد. في تونس جا بورقيبة. في الجزائر أحمد بن بلة. زعامة قومية ما تستعرفش بالملة، ما تحكمش بالإسلام، تتبنى لا لايسيتي بمنهج العلمانية، تحكم لا سوسيتي. نفسر لك العلمانية نعطيك لا ديفينيسيون، هي سيباراسيون بين ليتا وبين لا غوليجيون. معناتها ينحيوا الإسلام ويحطوا قوانين وضعية جايبينها من الشيوعية ولا الثورة الفرنسية. بلغة أخرى هما أقوياء ما يستحقوش العون، بلغة أخرى هما أعلى من إله الكون، بلغة أخرى فريمون ما لقيت مقول. فولتير وكارل ماركس وزوز أعلم من الرسول. مالا بيع شراب واعمل بيوت للزنا، شي يهمك في القرآن وامشي حل الربا. لازمك تغزر للدنيا بنظرة تقدمية، واخطأت بالإسلام، الإسلام راهو رجعية. دوماج يمكن نسمع لي يتقال الزعماء هذوما يصوروهم كل أبطال. أنا استقلال القومية عندي ماهوش استقلال، ودرابو بلادي ماهوش روجي بلون فيه نجمة وهلال. أنا درابو بلادي عنده تاريخ مجيد، اللون نتاعو أسود وفيه راية التوحيد. أنا بلادي من المحيط الخليج، هذاك علاش كي نسمع كلمة فلسطين وحدي نهيج. راني نقولها وما يهمنيش في الشتائم، راني نقولها ولا أخاف في الله لو ما تلائم. راني نقولها أون طونك رابور يحركني الإيمان، لا بديل على الإسلام لا بديل على القرآن. كنا دولة واحدة تحت راية الخلافة، لا تفرقنا حدود لا تفرقنا مسافة. عنا رب واحد كان عنا عقيدة واحدة، كنا إخوة في الإسلام والشعوب الكل متحدة. اليوم جات القومية والإلحاد بيفرقنا بعدنا على بعضنا وتشتتنا وتمزقنا. اليوم ولينا أنا تونسي وانتي جزيري والآخر مصري. القومية العربية اليوم نستني في أصلي، هذاك علاش كي نشوف شي يصير نبقى حاير بين إخوانا المصريين وإخوانا تاع الجزائر. على بارتي فوت عادي تطيح الأرواح، لازم الشعب المصري يموت بالشعب الجزائري يرتاح. ومن بعد ضربنا الفيروس احنا تنسى نتحالفوا في المصريين، بتذكرة للجبانة خاصة على أسرى الترجيين. الناس بكات بالملايين ما بكيناش عليهم كيف أسرى العراق وفلسطين. بورتون في فلسطين الجون تجاهد على الإسلام، الجيش يبدا وراه والمدرعات قدام. ما يغيبناش كي يطيح أسير في الأيدي الصهيونية، قد ما يغيبنا واحد يجاهد ويدافع على الجمعية. زيد الفيراج غاديكا شو كاني أنا لهنا في بلاصة يستغيث بربي غني حومة الحماة، يستغيث بالقومية وشعارات الوطنية. شباب لعبوا بين السهويت الإسلامية. بالكونتر ما قلتلكش اسكت ولا أبقى كالم، نعرف باللي حاكم مصر غادي هو الظالم. ما قلتلكش طبس راسك ولا أرضى بالظل، اقسم بالله أنا هنا نغلي وقلبي تعبى غول. مي كانت عندي نظرة بعيدة وإنفيزيون بوليتيك، مش كيما برشا رابرات حابة تعمل بيبليك. كنت قادر نخرج راب كل ميسيل، نزيد نأجج الفتنة وخلي الدم يسيل. كنت قادر نسب شعب وحكومة مصر، مي عارف باللي هذا كلام ما عنده وين يوصل. النصر لو ما يجيش بالسبان، ما يجيش كي نشعل النار ونزيد نشر العين. السبان والشتائم مش من منهج النبوة، الحكمة والحجة هما اللي فهم القوة. مبيوس الراب نتاعي كله قايم على التحليل، هذاك علاش ما ننفعلش نعطيك راب كله تفسير. الور افهمني وركز وما تبداش مشان العب بينهم كيما السيستم في بارتي شي ترانج. باش تفهمها لازم تخزر القدام، لازم عندك لا مونتاليتي بسيكو ام، لازم عندك لا ستابيليتي بسيكولوجيك وفيزيون انترناسيونال وانتيليجونس اناليتيك. لازم عندك فيزيون تقدر تكشف المستور، عندك فيزيون تقدر تقرا ما بين السطور. باش ما تطيحش في البياج كيما صار معاهم هما، وتقدر تعمل فرق بين الشعب والحكومة. الحكومة والإعلام المصري اشترهم عملاء، والشعب مسكين هاوي قاسي في الشقاء. يعني نقولها وما يهمنيش في الشتائم، ماني نقولها ولا أخاف في الله لو ما تلائم. جو منفو من سياسة الحكومات، الشعب التونسي والشعب المصري زوز يبقاو اخوات. ما تخليش القومية والعروبة تأثر فيك، ما تتبعش شعارات لي زيتالايك. أنا عندي يقين وما في حتى دود، أمة اجتمعت على الإسلام ما تفرقهاش بارتي فوت. جيتلك على القومية جست من لو بلان استراتيجيك، من لو بلان ميليتير ولو بلان جيوبوليتيك. توا نفسر لك من البلان مونتال، من البلان بسيكولوجيك ولو بلان تاع حرب الأفكار. كيما العادة ركزوا باش نبدا نفسر، نرجع بيك السنين التالي نحكي لك التاريخ تاع مصر.
نحكي لك تاريخ الأمة وين بدأت تعاني. عهد التغريب الفكري جمال الدين الأفغاني، عهد نشأة أشباه المثقفين والأفكار العلمانية اللي تحارب في الدين. التاريخ رفع الطهطاوي، تاريخ طه حسين وتلاميذ محمد عنده كيف أمثال قاسم أمين. العهد كامل أتاتورك وعهد سعد زغلول والدعوة للتبرج للفسق والفجور. عهد التأويل والتحريف الفتاوي، عهد تحرر المرأة تحت راية هدى الشعراوي. طلعت شعارات القومية والإلحاد والحرب الفكرية اللي كانت تنشر الفساد. الطعن في الدين ولات اسمه جرأة، الانسلاخ على الإسلام سموه تحرير المرأة. وطلعت ناس تحكي باسم الدين، علماء عملاء اشترهم منافقين، علماء بلا ميثاق قلوب كلها نفاق. والأزهر الدنس بمصطفى عبد الرزاق. واحنا زاد ضربنا الفيروس في البلاد في العهد القديم بافكار الطهر حداد. والنتيجة سيكو فسخوا الشريعة الإسلامية وفي بلاصتها حطوا مجلة الأحوال الشخصية. هذوما شخصيات يصوروهم لعظماء وانا نبقى ديما نخزر لهم سفهاء. وما تقوليش طبال دغوا وتفرض عليا سكات وتقول لي ما عندكش الحق تنقدها شخصيات. ما قبل ما تقف وتجي بسيكو ام حسبهم قبل كيف انتقدوا الإسلام. ما عنديش الحق نقد شخصيات معروفين ونورمال عندكم هما كيف ينتقدوا الدين. بغير هذوما ناس فوقهم على الحق مال، دعاة للتبرج الفسوق والانحلال. واليوم على خطاهم او جانا جيل جديد نفس الجيل اللي طايح السلطان عبد الحميد. ناس ميدياتيزي واصلين في الاعلام بافكار العلمانية يتهدم الاسلام. تشوف التقدم في العراوي والزنا، ذاك علاش في ناس ما تيفي سمعنا قلة الاحياء. سمعنا اكت خيس مريضة لازمها تتعالج، قاعدة تقول هوني في كلام ما يتقالش فريمون. مالا سكوندال فيها ليميسيون، كلام قهاوي ما يتقالش في التلفزيون. وبعد تجي تحمل راية الأمة وتفتي في الحجاب وتفهم في الفقه والسنة. الحمد لله عنا هكا اكت خيس تقود المرأة والأمة بالشامبانيا والباستي. شوف دي رياليزاتور عندهم كومبلكس، عندهم قرن في الدومين يحكيونا كان عساكس. يا تشوف أفلام تشوه الإسلام والبوليتيك، يا تشوف أفلام الكل خماج الكلها ايغوتيك. سينما كلها دعارة معبية بالقذارة، كي ثورونا في الفرش عندهم قمة الحضارة. ما لا يجي نعطيك مثال لتقدم العرب كيف حلق الواد عصفور سطح وسفايح ذهب. ونشوفوا بنات بلادنا والمرأة التحررية كيفاش تشرفنا في السينما المصرية. يعطيوها دي ميداي في الفساد ودي دبلوم. اقوى اكت خيس في السيت السكس.com. اسكو المرأة لازمها تعري باش تواصل فنها، اسكو المرأة باش تتقدم لازم تعري بدنها. باش تتقدم لازمها في الحمامات وحدا صيف، باش تتقدم لازمها تشرب وتتكيف. وكي تلبس الحجاب هذه تولي ريغريسيون. العفة رجعية ما تواكبش السيفيليزاسيون. يصورونا في الاسلام فيروس قاعد يهدم، والالحاد والعراه هو اللي يبني التقدم. هذاك علاش ولاوي ميعوا في الشباب، ولينا نشوفوا الجوت ميني يفتي على الحجاب. نشوفوا حيرة مسلمة ضايعة في اوهامها، بورتون السنة وكتاب الله قدامها. شوفوا ناس حابة تغرقنا في الشهوات، يجادلوك بالباطل ويغطيوا الحق بالشبهات. شيخة كيما المكان بستيل نعومي كامبل، تفهم القرآن خير من احمد ابن حنبل. هذاك علاش البلاد بدوا الحجاب بالبيرسينغ. جينيراسيون مكتوب جينيراسيون كاستينغ، هذه تكنيك دو مانيبيولاسيون مونتال جاية من ان دي مول انترناسيونال. الصهيونية تسير لي ميديا في التونيزي، ولاو حركونا كيما في اللابسيكو كينيزي. لي ميديا تفورماتيلك مخك كي ديسكات، تولي تسيرك وتحركك كيما لي ماريونات. هذاك علاش ولا عنا شباب مهمش، شباب كيش يتفسر له ما يفهمش. نشوفو يتخوبل دو لا بيرسوناليتي، شباب عنده اون كريز ديدونتيتي. نشوفو شباب ضايع ما عندوش ايمان. نشوفو لي زوموسيكسيال وبنات ليزبيان، كترو لي بيدي وبنات الجوت ميني. لي كالان في الشارع اليوم ولات غراتوي. نشوفو لي زيميسيون كل يوم في التلفزيون، العباد تصفق وتشطح على لي شانسون. شعب العراقي يموت ويتكفن بالكفن، ما يهمش هما في وطن واحنا في وطن. هذه سياسة التفريق، هذه لا بوليتيك تاع لي زيتالايك. اخواتنا في فلسطين يغتصبوهم اليهود، واحنا هوني نتفرجوا باسم الوطن والحدود. خلينا مالا شيخين نشجعوا في البارتيات، تنكيت كل ساندي سوار فما شيخة وخرجات. هانا شيخين بالغناء والمسلسلات، نعيشوا حرية الوهم وقلوبنا في سبات. هذه القومية العربية هاك تشوف المآسي، شوف التغريب الفكري وزيد التغريب السياسي. فلسطين ما تبكيش كان باعوك الحكام،
هاو جايك جيل باش يرفع راية الاسلام، هاو جايك جيل ما يخافش لا من الموت لا من الحبس، جيل يتمنى تكون عنده 1000 نفس، نفس ورا نفس تموت عجلك يا غزة على الجثث متاعو تترفع راية العزة.